سيادة النقيب هشام صالح، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. هل في رسالة في الاول برضو ولا لا، عشان ندخل في الموضوع على طول؟ زميلي الرائد محمد الطنوبي هو اتكلم في الشق الفني او عرف الناس يعني ايه نادي الضباط. كان اللي احنا بنسعى ليه بقالنا سنتين. انا عايز اتكلم بس في شويه نقط تلمس الناس عشان اجاوب على تساؤلات كتير فيها. اتفضل. انا واحد من الناس وانا ضابط شرطه بسال بقول هيبه القانون راحت فين؟ الناس تسمع دلوقتي تقول لي هو انت اللي بتقول لنا هيبه القانون راحت فين؟ انا اللي بسال هيبه القانون راحت فين؟ والدنيا رايحه بينا ازاي؟ انا دلوقتي الناس بتقول انزلوا بقى شوفوا شغلكم. انزلوا بقى شوفوا شغلكم مع 200 شهيد واكتر من 8000 مصاب. طب يبقى عندي علامه استفهام. الناس دي راحت فين؟ راحت وهي بتشتغل. طيب الناس مش حاسه بالامن ليه؟ عندي بقى حاجات كتير عايز اقولها لحضرتك في الدقيقتين دول. اتفضل. هيبه القانون لما انكسرت مع بدايه حرق اقسام او الاعتداء على الضباط في الشوارع، وعندنا اكتر من 3000 حاله اعتداء على ضباط ورجال الشرطه اثناء تاديه وظيفتهم في الشوارع في السنتين اللي فاتوا. هيبه القانون لما انكسرت مع ان في عندي 3 ضباط مخطوفين وامين شرطه مخطوف بقاله سنتين وحفيوا اهاليهم ويعني لفوا على المكاتب والقنوات لغايه لما احنا بقينا نقول حرام. الناس دي انا عايز كلمه واحده، عايش ولا ميت؟ ولا استشهد؟ انا مش عايز حاجه اسمها كل ما اخش الوزاره او هم يخشوا يقعدوا يقولوا اصل الموضوع عندنا موضوع ليه حيثيات اكبر، اصل الموضوع ليه مواضيع اكبر انتوا مش شايفينها. طب ما توريهاني ميت ولا عايش ونقفل الموضوع ونقفله من بابه. دي نقطه. بس لما يقول لنا استشهدوا يبقى عندنا ادله ونعرف رفاتهم فين وكده يعني. انا عايز انهي الموضوع لان الموضوع فيه لغط كتير. يبقى عندي 7 مجندين مخطوفين ويرجعوا بعدها بيومين. بسم الله ما شاء الله، طبعا سيطره امنيه جميله جدا. بس انا عايز اقول حاجه، الهيبه مش ان انت ترجع اللي اتخطف منك، الهيبه ان انت تجيب اللي خطفه وتخليه عبره للي بعده، خاصه طبعا لو هيبه دوله او هيبه قانون. انا عندنا مثال كده صغير. يعني اول امبارح كان في عند الداون تاون في اسكندريه عمليه كانت هتحصل تفجيريه. في ملازم اول اسمه حسين شريف، معاهم مباحث اسمه محرم بيه كان شغال هناك وهو اللي اكتشف القضيه دي. الملازم اول ده جاب القنبله وفضل يجري بيها لحد الاسم وخدها لغايه لما راح اسم محرم بيه، لدرجه ان ضباط المفرقعات قالوا له انت ظابط مجنون، انت ظابط مجنون. نقدر نجيبه على التليفون يا جماعه تعمل العمل لو نقدر نجيبه على التليفون من فضلكم. عندي ضابط في مرور كفر الشيخ نط من على السور الكوبري عشان ينقذ ست واطفالها. كل ده عندنا واحد اتقتل وهو بينقذ واحده من الاغتصاب. تمام. انا عايز اقول حاجه، لما يبقى في مجند اسمه سيد عيد شغال سواق في اكاديميه الشرطه ومعاه ضابط ومعديين من شارع محمد محمود، ويطلعوا مجموعه يوقفوا العربيه ويضربوا اللي فيها ويحرقوه والمجند استشهد، المجند ده حقه عند مين؟ انا عايز اسال سؤال كده للنظام وللقوى السياسيه وللساده الوزراء والحكومه. انا عايز اقول سياده النقيب ده عار على كل القوى السياسيه وعار على كل القنوات الفضائيه اللي كانت عامله مأتم امبارح تقول فين الخاطفين، واللي كانت بتطالب والضغط ان احنا نسترجع الجنود. انتوا كنتوا بتتكلموا عن الجنود بجد؟ لو كنتوا بتتكلموا عن الجنود بجد الراجل ده ما حدش اتكلم عنه ليه؟ ولا الراجل ده علشان ملوش شله وملوش حزب وملوش جماعه، ولا الراجل ده رخيص، ولا انتوا بتلعبوا سياسه وبتشعلوا له الدنيا عشان تعملوا اجندتكم الخاصه؟ لو انتوا كنتوا بتتكلموا بجد وشرفاء ومصريين بجد كنت اتكلمتوا عن الراجل ده. كمل حضرتك. انما اللي حصل بيخلي علامه استفهام غريبه جدا. ده واحد اتحرق، ده واحد اترمت عليه حاجه واتحرق. عارفين يعني ايه اتحرق؟ قعد فتره وعانى من جروح. يعني انا عايز اقول سياسيين واعلاميين هذا البلد، يعني انا ما شفتش الحقيقه، يعني انا ما شفتش ولا برنامج ولا قناه ولا حاجه قامت الدنيا ولا انتقاد على هذا الرجل. عملت مناح للاسف الشديد. يعني هيبه القانون يا استاذ سيد لما انكسرت واحد الساده الضباط كان معدي من قدام الاتحاديه اثناء تظاهره واتشد واعتدوا عليه بالضرب وي وطلع واحد بعد ما حرقوا العربيه يتبول على عربيه الشرطه. سيبك من ان انا ظابط واتعمل فيا كده، لا، دي العربيه دي بتاعت مين؟ وزاره داخليه مصر. هي لما بتتحرق انا وهو بندفعها من جبنه؟ لا، دي من فلوس الناس برضو اللي هم كل يوم بيقولوا لي اصل انت بتاخد مرتبك مننا. طب ما العربيه دي منكم. لما يطلع يتبول على عربيه شرطه في مصر والعالم يبص كده، فين هيبه القانون؟ ده اشتغل ازاي وانا عندي في امين شرطه عندنا؟ دي واقعه بقى انا عايز حضرتك تحط تحتها 100 خط. اسمه عماد حرفوش،
كان شغال في النقل والمواصلات من سنتين في محطه كوم حماده، وفي بنت اتخطفت و3 بيحاولوا يغتصبوها، جري وراح انقذ البنت، وكان معاهم سلاح، وكان معاهم اسلحه بيضاء واسلحه ناريه، وطلعت طلقه وهو بيتعامل، وواحد منهم مات من المسجلين اللي عليهم احكام. الامين ده اتحكم عليه امبارح او اول امبارح بسنتين سجن، بالرغم ان وزاره الداخليه كرمته على العمل البطولي. الدوله بتقول له انت عشان شفت شغلك بضمير انت هتتحبس يا هتموت ومالكش ديه. هل ده بيعني ان لو اي حد منكم شاف جريمه لا. وحد معاه مش هيضرب نار؟ لا، احنا اخر شهيد اتوفى امين شرطه اول امبارح اسمه حسن عبد الحميد في مطارده مجرمين في البحيره. قبله النقيب كريم وجيه بتاع بورسعيد اللي كان في مأموريه. الكلام ده حصل من سنتين. احنا يا استاذ سيد بننزل نشتغل، وبنشتغل عشان البلد دي وهنموت. اذا كان جنبي زميلي وهو قاعد بيقول لي بصوا هم في الاعلام طول النهار والليل بيشتمونا ومع ذلك احنا بنشتغل، وقام اشتغل في الكمين، ولما وقف احد الفنانين ومسكه متلبس بيه سلاح، فوجئت ان الاعلام طلع منه ان هو بطل قومي. باي منطق ان انا ماسك فنان بسلاح وطلع افرج عنه بكفاله بعدها، يطلع في الاعلام كلها ان الضابط المفتري هو اللي لفق له القضيه وان الممثل دوت مظلوم؟ باي منطق؟ انا عايز اعرف حاجه. الضابط ده كان ممكن يقعد وما يشتغلش، صح؟ انما هو قام شاف واجبه. هي مش منه ولا عطيه. انا بس عايز اقول لك، لان المشاهد دلوقتي انا برضه عايزين نكون متوازنين. هو ما فيش حد بيلفق يا سياده النقيب للناس؟ ما فيش بعض الناس ضعاف النفوس؟ هل الشرطه يا استاذ سيد لا أنا وانت ماشي في الشارع اسمعني بس هل ما بيبقاش في حاجات شخصيه، ما بيبقاش في عمليات تلفيق باي نسبه؟ انا عندي اخطاء. ليه الناس بتقول ده؟ ليه الناس بتقول ان فلان لفق؟ لا، عندي اخطاء وسلبيات كتير قوي. بس انا اجزم لك ان الاخطاء والسلبيات دي قلت من بعد الثوره، واحنا لن نتستر على واحد. احنا عندنا ضابط في القليوبيه اعتدى على مواطن، ضربه وشتمه، الضابط اتوقف، اتحل التفتيش، اتحل النيابه العامه، استخدمنا معاه اقصى درجات القسوه. انا لو غلطت في الشارع حاسبني. تعال نبص على لما حد بينزل يتعدى على سواق، على قصدي امين شرطه او عسكري او ضابط، ايه اللي بيحصل؟ الناس بتقطعه دلوقتي. لا بقت كفاله. لا دلوقتي اسمعني سيادة. طب ما انا هقول لحضرتك لو الناس شافت انا مش عايز الناس على يا استاذ سيد، الناس طبعا ده غلط، اللي طبعا ده بتتحمى غلط فيا. انا اللي المفروض احميهم، مش المفروض ان انا ابقى واقف حد يتعدى عليا زي ما حصل في ميدان لبنان، والظباط طلعت كلها غرقانه دم على المستشفيات عشان شويه بلطجيه او بودي جاردات واقفين مسكوا في خناقهم، وكانت خناقه. انا لما بنزل افض خناقه في الشارع بلاقي اللي في الخناقه بعد زمان قبل الثوره لما كنا بنخش كانت 3/4 الخناقه بتقف، واللي بيشتبكوا مع بعض واقفين. دلوقتي بقينا نخش يجي واحد يقول لك بعد اذنك يا بيه تعالى هنا بس عشان ما تبهدلش نفسك. انت يعني ايه ما تبهدلش نفسك؟ تعالى هنا بس عشان لو دخلت جوه مش هيحصل لك كويس. طب اشتغل ازاي؟ المفروض ان انا هستخدم القوه، المفروض ان انا استخدم العنف، ولو عملتها وعلى فكره القنوات هتطلعني على المسرح ويقعدوا 3 ايام يقولوا الدوله البوليسيه والقمعيه، وهو ده اللي بيحصل للاسف. احنا بنعاني في الشارع، احنا عايزين نشتغل ومش قادرين. تقول لي ليه؟ اقول لحضرتك كده لان زميلي لما مات جنبي انا دفنته ورجعت بصيت لقيت محدش جاب سيرته، بصيت لقيت جورنال الاخبار الجريده القوميه حطوا لي خبر 3 سم في 6 سم، بصيت لقيت ان لما انا بموت في الشارع محدش بيسمع عني حاجه، واهلي دول كانهم مش موجودين. بصيت لقيت ان لو واحد بس اتصاب من المواطنين في الشارع بيتعمل عنه مناحه في التلفزيون. وزي ما انت شفت وانا قلت لحضرتك مثالين حصلوا اليومين دول، هبه القانون سيادة النقيب